محمد صلاح يقود فريقه للفوز على إيفرتون بهدف حاسم، ويؤكد رغبته في التأهل لدوري الأبطال قبل الرحيل بشكل لائق. مصطفى محمد يعود للتسجيل مع نانت، لكن الفريق يواصل نتائجه السلبية ويتعادل في اللحظات الأخيرة أمام بريست. فوز مانشستر سيتي على أرسنال يقلص الفارق للنقاط، ويمنح عمر مرموش فرصة قوية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي. حالة ارتياح لدى المدرب ياستروب بعد تقليص عقوبة محمد الشناوي لمباراتين، ما يسمح بتواجده قبل لقاء الزمالك. روح قتالية واضحة في التدريبات، مع دور قيادي لحسين الشحات في تحفيز اللاعبين لاستعادة المستوى. الجهاز الفني يدرس بيراميدز بدقة، مع اتجاه لاستمرار ثنائية الدفاع ياسين مرعي وياسر إبراهيم. استمرار ياستروب مرهون بنتائج مواجهتي بيراميدز والزمالك، خاصة في سباق الدوري. وديات الفريق تدار بسرية أمام زد لتجربة خطط تكتيكية مع تحذيرات من الإصابات. كريم فؤاد يقترب من العودة الجماعية خلال 72 ساعة. تألق علي سليمان ووصوله لصدارة الهدافين 9 أهداف بالتساوي مع محمود حسن تريزيجي. أشرف بن شرقي يتصدر صناع الأهداف بالدوري 6، ويعد ثالث أكثر المساهمين تهديفياً مع الفريق. عروض لشراء رضا سليم بعد تألقه مع رغبة الأهلي في تحقيق عائد مالي قوي. اتجاه لإعادة كريم الدبيس مع احتمالية رحيل محمد شكري. الأهلي ينفي شائعات الخلافات داخل الإدارة، ويهاجم الإعلامي هاني حتحوت بسبب أخبار غير صحيحة. محمود الخطيب يفوز بجائزة أفضل شخصية رياضية عربية. فريق 2007 بالأهلي يتوج بدور الجمهورية مع توصيات بتصعيد عدة مواهب للفريق الأول. هجوم إعلام الزمالك على اتحاد الكرة بعد تخفيف عقوبة الشناوي واتهامات بالمجاملة. اتجاه لاستبعاد الحكم أمين عمر من مباراة الزمالك وبيراميدز بسبب الضغوط. بيراميدز يؤكد جاهزية محمد الشيبي لمواجهة الزمالك. رابطة الأندية: التوقيت الصيفي لن يؤثر على مواعيد مباريات الدوري. الزمالك يعلن امتلاكه مستندات ضد أحمد سيد زيزو في أزمة المستحقات. أيمن يونس يهاجم ما وصفه بلجان التشتيت ضد مدرب الزمالك، ويشيد بحسام عبد المجيد كأفضل مدافع في إفريقيا. منافسة شرسة على لقب الدوري. الزمالك مطالب بالفوز على بيراميدز لتجنب تعقيد الحسابات، وسط رفض نظرية المؤامرة والتركيز على المنافسة داخل الملعب.